بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ما من قناة وكالات ويوميات ما. يا صباح الخير ويا صباح الفل، وكمان يا صباح بقى النشاط والحلويات. وكمان بدأنا عام دراسي جديد، يا رب يجعله عام سعيد على الكل كده، وربنا يوفق أولادنا ويقوينا عليهم. المهم، قلت بقى نعمل شوية حاجات في الفيديو كده، يعني قلت حاجات بسيطة بس هتنفعني في سندوتشات كتير وتغيير كمان، لان هم مش عايزين الا لانشون بس. وصراحة يعني عايزه ايه، ابدا اقطعه خالص، بس طبعا اياك اقدر يعني. المهم قلت اعمل بقى شويه برجر كده. جبت بقى دي البهارات اللي عندي: ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، بهارات برجر كنت شاريها من عند العطار، وبصل بودره وتوم بودره. ده كان حوالي كوبايه ونص فول صويا، كنت نقعاه وسبته لغايه ما شرب الميه بتاعته. وكمان بعد ما تشرب الميه بتاعته هتصفيه من الميه الزايده بتاعته، وكمان هحط عليهم البهارات اللي عندك اللي انا قلت لك عليها. وكمان هتحطي لحمه مفرومه، دي كان حوالي 350 جرام، يعني اقل من نص كيلو شويه. كل الحاجات دي كلها هدمجها مع بعض، وكمان هحط عليهم بيضه. ما شاء الله طلع طعمه جميل جدا، وكمان متماسك. ما كنت خايفة صراحة ممكن يفك مني او حاجة، لان صراحة اول مرة اعمله، بس مفكش خالص الحمد لله، وطلع تحفة وطعمه جميل وريحته ما شاء الله اللهم بارك، طعمه جميل جدا جدا. ولا كاتشب بقى ولا اي حاجة. صراحة انا كنت بعت اجيب كاتشب، لان برضو شفت كذا حاجة بتحط عليه كاتشب، بس ما لقيتش في المحل يومها. وخلاص. وكمان لان برضو قرية مش موجود فيها الحاجات دي قوي، فالمحل اللي كنت متوقعه ان هو يبقى عنده يعني ما لقيتش عنده الحمد لله. فعملتها، بس اهم حاجة تعجنيها كلها، كل المكونات تدخل في بعض حلو، لغاية ما تحس انها بدأت تعمل خيوط كده، او خيوط يعني، هي متماسكة ببعضها حلو، تعجنيها جامد. عندك كبة استعملي الكبة، زي ما انا بقولك بقت يعني ايه، تحس ان فيها خيوط كده، كل المكونات دخلت في بعض. عايزه تعمليها وزياده يعني تاكيد عليها، ممكن تحطيها في الكبه وتعمليها. انا قرصت وجبت بقى غطا برطمان صغير، والله مش مكبس ولا اي حاجه، حطيت في كيسه وبدات اكور البرجر معايا على حسب الكره اللي انت عايزاه، او على حسب الحجم اللي انت عايزاه. فده كان حجم متوسط، لا كبير قوي ولا صغير قوي. وحطيت وعملت كده، وبدات جبت طبق فل، وبدأت ارص فيه وحطيته في الفريزر، كان جميل جدا. وكمان عملته، هتشوفيني في اخر الفيديو كنت بسويه معاكم، طعمه حلو جدا وريحته ما شاء الله اللهم بارك، ولا اروع من كده. هخلص كل الكمية، هي ما شاء الله عملت لي كمية معتبرة. وكمان حجم البرجراية مش صغير، الحجم حلو ما شاء الله، حلو يعني مش صغير خالص. وكمان السمك بتاعها جميل جدا. عملت لي حوالي 14 قطعة برجر، ما شاء الله كان جميل جدا. ده كمان من اقل من ايه، من نص كيلو لحمة، يعني يعتبر ربع كيلو وشوية. يعني ما شاء الله لو انت عاملة كمية هياخد كتير معاكي. ده بقى كان اول يوم في المدرسة. احنا ما رحناش يوم الحد، لان كان اولى بس اللي بتروح، كانت بنت صغيرة بس اللي راحت. ده كان تاني يوم، يوم الاثنين كان يعتبر اول يوم للدراسة. كنت جايبه لهم بقى جبنة مثلثات، وكان في جبنة كيري، وكمان سلقت البيض عشان الفطار. انا ما استحالة امشيهم من غير فطار، حتى بيبقوا مش عايزين يفطروا، بس لازم تفطريهم اي حاجة ان شاء الله يا رب. لو سندوتش جبنة، لو كوباية لبن، قرص، اي حاجة، المهم ما يطلعوش من البيت، لان ساعات ما بياكلوش السندوتشات بيرجعوا لي بيها تاني، فلازم افطرهم اي حاجة قبل ما يمشوا. فسلقت كل واحد بضاية كده، وكمان عملت لهم السندوتشات. طبعا اللانشون اللي نفسي اقطعه منهم خالص، بس للاسف مش قادرة، وما عملتش لانشون، ما بياكلوش السندوتشات، ما برضوش ياخدوا سندوتشات. هي في معاناة صراحة، لان ما بيرضوش ياكلوا الجبنة في المدرسة. فبقى محتارة، لا اما اجيب لهم نوتيلا ولانشون، لا اما لانشون بس. فقلت ايه يعني، ابدا انوع لهم بقى. المهم جبت كنت جايبه جبنه كاري، عملت لهم كل واحد سندوتش، وعملت لهم كل واحد 2 لانشون او 3، على حسب برضو كل واحده او كل بنت هتاكل قد ايه. وصراحه بحب احط لهم زياده، لان هما بيجوا صراحه من المدرسه، بيجوا على الدروس، وممكن يتغدوا على المغرب او بعد المغرب كمان، فطول النهار. فبحاول ابقى مديالهم سندوتشات بزياده، عشان لما يبقوش جعانين، او مثلا لو جاعوا يبقى معاهم السندوتشات بتاعتهم، او لو طلعوا من المدرسه على الدرس يبقى الحاجه معاهم. وكمان كنت جايبه بطرمان المربى بتاعه المشمش، دي كانت البطرمان ب40
ده مش نص كيلو يا بنات، ده تقريبا اللي هو ربع كيلو يعني، كان ب40 جنيه. والحمد لله يعني هم رضيوا، هم ما كانوش اصلا بيرضوا بسندوتشات المربى ولا الحاجات من دي، فالحمد لله يا رب ان هم ايه يعني رضيوا عليا وخلوني اعمل لهم سندوتش واحد مربى. اسم الله التلاتة عندي في المدارس، فبعمل 3 لانش بوكسات. دي بقى سندوتشات بتاعة البيت او الفطار اللي هم يفطروا بيها. عملت لهم كل واحدة بضاية في رغيف فينو، وكمان عليها حتة جبنة بيضة كده وخلاص. وده كان فطارهم مع كوباية لبن بكاكاو. ما بيشربوش اللبن طبعا سادة، لا اما بشاي لا اما بكاكاو. فعملت لهم كوباية لبن وبالعافية على ما شربوها كمان. اظن دي معاناة، يعني الناس كلها بتعاني في الحاجات دي بالذات، وبالذات فترة او فترة الصبح ديت مع الفطار مع كل الحاجات دي. يا ريت بقى اللي وصل معايا هنا يعرفني ان هو وصل، ويقول لي بقى كنتوا بتعملوا ايه في الفطار. وكمان ادوني افكار برضو اللانش بوكسات، لانهم صراحة بيغلبوني جدا زي ما قلت لكم، مش عايزين الا لانشون وبس. يعني حتى كنت جايبه حلاوه، كانت ما شاء الله طعمها حلو جدا، وكمان التسكيره بتاعتها صراحه انا اول مره اكل حلاوه كده. يعني الحلاوه العاديه بتبقى مسكره، فممكن تاكل منها سندوتش او اتنين ونفسك تجزع كده يعني، لكن دي ما شاء الله ما شاء الله سكرها مظبوط جدا جدا جدا. والحلاوه ناعمه ناعمه قوي، طعمها حلو قوي. وكنت جايباهم بالمكسرات كمان، قلت يعني هيرضوا ياكلوها او هيرضوا ياخدوها معاهم في المدرسه. بس طبعا ما رضيوش نهائي. المهم كنت بسخنهم بقى لبن، عملت لهم لبن على كاكاو زي ما انتم شايفين كده، بمعلقه سكر صغيره. ويا ريتهم كمان بيرضوا بالعسل، انا ما برضوش يعني يشربوه بعسل. فحطت لهم كل واحده معلقه سكر كده عشان يفطروا، يبقى سندوتش وكمان كوبايه اللبن. الحمد لله كده فطار سواء بقى كلوا بقى سندوتشات ما كلوش مش مشكله. لبسوا ما شاء الله عليهم التلاتة، برضو في واحده اعدادي واتنين ابتدائي. وما كده بقى ايه، كنت باخد لهم صورة كده كل سنة بصورهم، يعني بيبقى ايه بالمراحل بقى بتاعتهم. فقلت لهم يلا استنوا بقى اما احطكم على اليوتيوب بقى يعني فرحانين. دول هما ماشيين، كانوا الصبح كانت حوالي الساعة 7:15 أو 7:10. ده طبعا أول يوم، فلازم يروحوا بدري شوية. دي كانت النوتيلا، وكنتش مصورة الجزء ده. قلت برضو ده بقى بعد ما مشوا بقى المدرسة عملت لهم النوتيلا، قلت عشان تاني يوم ابقى اعمل لهم ايه سندوتشات نوتيلا مع لانشون او مع جبنة او حاجات من دي. عملتها بقى ازاي؟ دي كنت بعملها على طول الطريقة بتاعتي: كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية لبن بودرة، كوباية او نص كوباية كاكاو على حسب لون الكاكاو بتاعك، سواء كان غامق او فاتح. وكمان الطبق كنت حاطة فيه نص كوباية لبن، كنت مسخناه وحاطة فيه عليه شوكولاتة خام. قلت برضو عشان تعزز الطعم بتاعها. وكمان كيسين 2 نسكافيه بطعم البندق، كان طعمها تحفة. هي المقدار ده خد معايا كوباية زيت بالظبط، كوباية زيت بالظبط، لا اكتر ولا اقل. ما شاء الله القوام بتاعها جميل جدا. وكمان لما اتحطت في التلاجة ما شاء الله تقلت عن كده كمان. والطعم اللهم بارك، لا ولا اروع من كده، طعمها حلو وريحتها جميلة قوي قوي قوي. ويعني تغيير. وبرضو لان الاسعار بره ما شاء الله الاسعار عالية بطريقة فظيعة. انا سألت على البطرمان الصغير، مش الصغير قوي يعني، في بطرمانات كده ايه اقل كمان من ربع كيلو، بس الاسعار ما شاء الله غالية غالية قوي قوي يعني. وكمان انت شايفة مصدرها، فقلت ايه دي حاجة معززة معاكي برضو ومفيدة. فيها لبن بودرة فيها، والشوكولاتة انا جايباها خام من عند العطار، مش اللي هي جايباها اللي هي الشوكولاتة الغامقة. فعملت لهم برضو، قلت عشان توفر معايا برضو شويه. فحتى لو انت هتكلفي في البيت، بس انت ضامنه سلامه الحاجه اللي انت بتعمليها. المهم مشوا بقى على المدارس. وكمان عملت النوتيلا زي ما انتوا شفتوا كده، وعنتها عملت لي برطمان ما شاء الله حوالي نص كيلو، ما شاء الله جميله جدا، وكمان قوامها جميل جدا. قلت بقى ايه بعد ما مشوا دخلت المطبخ وظبطت اللي ورايا وغسلت وروقت، وحتى غسلت بس ما صورتش فترة الغسيل والنشور والحاجات دي. دخلت بقى على الغدا وعملت لهم البرجر النهارده. قلت ايه اعمل لهم شويه، هم ما لهمش في الخضار قد كده، فقلت اعمل حاجه سريعه. عملت رز اصفر، وانا عملته قبل كده برضو كذا مره معاكم. وعملت البرجر سويته على النار وما شاء الله كان جميل وريحته تحفه.
وكمان كان عندي بواقي كفتة في الفريزر، طلعتها حوالي 7 صوابع او حاجة، سخنتهم برضو وعملت البرجر ما شاء الله جميل جدا، وهتشوفوه دلوقتي، ولا فك ولا كش ولا اي حاجة، جميل جدا جدا جدا. فبصراحة يعني انا هعمله على طول، وكمان هيوفر معايا في كل حاجة. وبكده يا بنات اكون خلصت الفيديو بتاعي. يا رب ما تنسونيش من لايك ومن شير ومن دعوة حلوة من قلوبكم، وإلى الأم ربنا يرحمها برحمته ويرحم جميع أموات المسلمين. أشوفكم على خير فيديو جديد. وكمان ما